تقبل الرحمن طاعتكم وجعل الرحمن أيامكم كلها سعيدة وهناء وجنة وطاعة وعبادة. لا زلنا في معاني التقوى، توافق الظاهر مع الباطن، توافق الظاهر. فالصيام جاء يربط المسلم، يربط ظاهره بباطنه، ولذلك الله لا ينظر إلى صلاته، بمعنى لا معنى أن الله لا يريد منك الصلاة، يريد الله منك الصلاة، لكن ينبغي أن تكون الصلاة لها انعكاس على قلبك، ينبغي أن تؤثر الصلاة في قلبك، ينبغي أن تهذبك الصلاة، ينبغي أن تربيك الصلاة. والصيام كذلك الله عز وجل يريد منك أن تصوم ويكون لهذا الصوم أثر على قلبك، لأن المعيار الأول والأخير عند الله عز وجل الذي يقبل الله عز وجل به الأعمال هو التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أيضا أثرها بالقلب، تصنع من القلب تصنع منه قلبا سليما. ولذلك إبراهيم لما قال في سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالسلامة هذه من أين جاءت؟ جاءت من العبادات، فالعبادات أثرت في قلبك. فينبغي عليك إذا أردت أن تعلم هل أنت متقي أم لا، تنظر أثر هذه العبادة في قلبك. فإذا رأيت في قلبك راحة واطمئنانا وانشراحا فاعلم أن هذه العبادة هي عبادة المتقي وقد أثرت فيك وقد يقبلها الله عز وجل. فلذلك أيها الأخ الصائم ينبغي عليك أن تعلم هذا المعنى الذي يغيب عن أذهان كثير من المسلمين. نكمل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.